المنافسة العلمية تبدأ الآن. المبدع الأول يعمل بجد وجهد على مشروع ملصقات الاستشعار التي تعمل باللمس. لجنة التحكيم ستحاول أن تلمس الآن فعالية فكرة هيثم دسوقي من مصر. كلا يبقى الاستشعار شعرا على ورق. نشوف. مع تقدم التكنولوجيا أصبحت حاجات كتير حوالينا تاتش. ليه ما نتحكمش بسرعة ودرجة حرارة المية بالتاتش؟ ليه ما نخليش هدومنا تاتش تساعدنا في حياتنا اليومية؟ ليه ما نقفلش النور ونفتحه بالتاتش؟ الأسئلة دي حلها كلها عندي. مشروعي التاتش ستيكر هيحول كل حاجة حوالينا تاتش ويخلق عالم خلف عالمنا يسهل علينا حياتنا. إثبات المبدأ العلمي لمشروعك هيثم بحاجة إنه بهالمرحلة هي يكون عامل ماتريكس ستيكر مش وان بليس تاتش. لا هو مش وان بليس تاتش. لما طلب مني موضوع المالتي بوزيشن اتخضيت. أنا بدي ماتريكس تيطلع منها ملتي، فإذا أنت عندك طريقة ثانية تعطيني ملتي ما في مانع. اصل ما فهمتش الفكره في الاول وافتكرت ان انا لازم اعمل مالتي تاتش مش مالتي بوزيشن. سؤال، هل انا احتاج في الابلكيشن بتاعي اني احط مثلا صباعي في اكتر من 5 اماكن مع بعض؟ ده احبطني لان انا حسيت ان انا هعيد الشغل تاني من الاول وان هاخد وقت اطول من المقرر ليا. انا اعتبر هاي المنيو على الطاوله محطوط السيستم تبعك. كبست برجر بعرف اني كبست برجر، كبست بيتزا بعرف اني كبست بيتزا. تمام. This is what they mean by multi-touch. يعني it's a matrix. ماشي؟ تمام. اوكي كول؟ كول جدا. هيثم جاي يربح. صار التاتش؟ صار تاتش. بما انه كان جاي كثير محضر، هو هلا جاهز يواجه لجنه الحكم، جاهز على الانجينيرينج، صار قاطع شقفه حتى من الانجينيرينج واثبت الكونسبت تبعه. الحمد لله انا خلصت مشروعي بدري ودلوقتي انا مرتاح وخليت الاستيكر يبقى وايرلس، واعتقد النقطه دي ان شاء الله هتكون في مصلحتي قدام لجنه الحكم. مشروعي هو تاتش ستيكر او ملصقات استشعار تعمل باللمس. الستيكر ده بيتلزق تحت اي سطح بيحوله من فوق تاتش. يعني لو لمست كده ولمست كده مكان التاتش بان، وعلى شفافه برضه لمست كده وكده. في شروط على المستخدم من ناحية ثيابه، حذائه. يمكن موضوع الحذاء او كده، انا مجرب عامل تيست على الموضوع بتاع الحذاء ده بالذات. انك انت لو حتى لمست المشروع برجليك وانت لابس الحذاء نفسه هيحس يعمل تاتش. هي كل فكره ان موضوع الحذاء او كده لا ما يؤثر. الجراوندنج مثلا حتى لو كان عليك جراوندنج، فغيرت طريقه السنس نفسها اني احط فريكونسي سبريد سبيكترم على كل بليت، واول ما تلمس التشارجز اللي جوه جسمك بتاثر على الفريكونسي بتاع اللي انت حاطه على البليت. فانا كده بعدت عن الموضوع بتاع جراوندنج.